اني قطعتها بدات افرد فيها على طول اهو، هي بتبقى ارتاحت اصلا اهو. يا جماعه لو دقتوا طعمها ولا ريحتها حاجه بجد بجد. لبن هنعمل قرص طريه ماشي اهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طعم القشطه دي يا جماعه يعني بصوا، عايزه اقول لكم كده في حته تانية زي ما بيقولوا. وهناخد كمان من الطاجن الصغير ده القشطه برضو. بسم الله. مساء السعادة والسكر الزيادة. ازيكم يا أحلى وأغلى ناس؟ ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم. المشاهدات مش عجباني وزعلانة، ما بنصدق نطلع خطوة بننزل 50 خطوة. ايه يا جماعة؟ اضغطوا لنا لايك كده واعملوا لنا مشاهدة، حتى لو الفيديو يعني مش من الحاجات اللي انتوا بتحبوها، تضغطوا لايك وما تتفرجوش، غيركم هيتفرج. تمام كده؟ تمام. النهارده باذن الله هنعمل القرص الفلاحي اللي بيندهن وشها قشطه من فوق، حاجه كده فلاحي على ابوه زي ما بيقولوا. تعالوا بينا ندخل كده على الفيديو والمقادير على طول. كده زي ما خدنا القشطه من على وش الحليب وخدنا وركننا الرايب على جنب، هنبدا ان احنا ايه بقى؟ قلت يا بت اعملي شويه قرص هيبقى طعمهم زي العسل، فلاحي فلاحي يعني. تمام؟ طيب شويه ملح، ده كيلو دقيق عليهم رشه ملح خفيفه اقل من ربع معلقه صغيره. ولو بصوا قلبوا الملح كده الاول اهو في الدقيق، سهل جدا. بصوا انا المعجنات والمخبوزات بتاعتي مفيش اسهل منها ولا ابسط منها. عاوزين سكر؟ تمام، دي معلقه كبيره، انا حابه احطها عشان العيال عندي، غير كده هي ما بينضافلهاش سكر، بس انا حاطه معلقه كبيره. معلقه صغيره خميره. تمام تمام. جبت مثلا بتاع نص كيلو رايب اهو، رايب. هنضيف على الكيلو 3 معالق كبار زبده او سمنه حسب ما انتوا عاوزين، بس هي بالزبده يعني بالزبده حلوه قوي. دول 3 معالق كبار سمنه على زبده. انا مش مكتره ليه 3 معالق كبار بس على الكيلو دقيق، لان احنا هندهن على وشها قشطه وزبده، فهي يعني هتاخد دسم لسه، فاهمين؟ اهو هنبدا ان احنا بقى ايه، انا دوبت السكر كويس في الحاجه والملح وكل حاجه. نبدا بقى ايه، نلم العجينه بتاعتنا. لو احتاجنا تاني سوائل مش هنزود ميه، احنا عايزينها كلها معجونه بايه، معجونه بحليب وبرايب وبقشطه، عشان بصراحه هي دي القرص الفلاحي اللي زي ما بيقولوا كده ايه، على حق ربنا يعني. بس انا تقريبا يا جماعه ايدي ميزان، انا حاطه نص كيلو يعني كده بالويم يعني، بالنظر كده نص كيلو رايب على كيلو دقيق، وتقريبا هيلمهم اهو. بصوا بصوا العجينه بتاعتي، العجينه بسم الله ما شاء الله على الجمال بتاعها. بصوا اهو، بصوا طريه كده وما بتلزقش في ايدي اهي. بصوا، ولسه بنستخدم دقيق ايه، دقيق القوصر برضه اهو. خلاص انا اعتمدته في كل المخبوزات بتاعتي من كتر ايه، ومتواجد ومتوفر في كل الاماكن وحلو جدا جدا اهو. هتعملي ايه يا شيماء؟ انا على فكره ما بسيبش القرص بتاعتي تخمر، انا بسيبها تخمر بعد ما بقى ايه، ما بفردها في الصواني دي. كل اللي هعمله هسيبها ترتاح بس 10 دقايق وابدا اقطعها كور. انا ما كملتش يا دوبك سبتها ترتاح 10 دقايق، ما خمرتش ولا حاجه. هسيبها تخمر امتى؟ لما بفردها قرص ماشي. كل اللي انا بعمله ان انا بقطعها اهو زي ما انا عاوزه، وحجم القرصه انتوا بتتحكموا فيه. انا عاملها القرصه اللي هي يعني العاديه، وهتشوفوها معايا وتشوفوا بقى هنضيف القشطه امتى والكلام ده كله اهو. ولما نيجي نخبزهم طبعا انا بفضل احط القشطه قبل ما تخمر، ونسيبها بخمرها كده بقشطتها زي ما هي.
زي ما قلت لكم انا ما سبتهاش تخمر في الاول خالص. اول ما عجنتها انا سبتها ترتاح بتاع ربع ساعه، بعد كده قطعتها. مجرد اني قطعتها بدات افرد فيها على طول اهو، هي بتبقى ارتاحت اصلا اهو. هناخد واحده، بصوا انا فردت دول اهو ماشي، وهناخد واحده ونبدا ايه نفرد اهو. تمام. بصوا وانتوا بتفردوا حاولوا تعملوا لها ايه، تعملوا لها جانب من بره كده، بصوا اهو، عشان هنحط عليها زبده عشان ما تقعش. قشطه وزبده اهو على بعض ماشي. طيب هنحط القشطه والزبده امتى؟ انا بصراحه بحب احطها قبل ما تخمر. يعني انا خلاص انا المفروض ان انا قطعت القرص بتاعتي اهو ماشي. بصوا هسيبها تخمر وهي في الصينيه اهو، بس قبل ما اسيبها تخمر هاخد زبده اهو قشطه وعلى الوش كده واسيبها تخمر بالقشطه والزبده زي ما هي كده نص ساعه ولا حاجه في مكان دافي كده، وبعدين ندخل نخبزها. نص ساعه بالظبط وبدانا نخبز القرص بتاعتنا، كانت خمرت. انا عندها في مكان دافي يعني. تمام. انا قايده من تحت اهو زي ما انتم شايفين كده، بس هي دي بصراحه تقريبا الانبوبه ايه عايزه تخلص، بس هي المفروض تبقى النار اعلى شويه بعد ما ترفع كده شويه من ايد الشوايه عشان تاخد لون. وطبعا انا هوريكم جمال والحلاوه يا جماعه. شوفوا الجمال بجد، سخنه جدا. بصوا شوفوا القرصه عامله ازاي، شوفوا الجمال ايه ده، والله العظيم قمر. تعالوا كده بقى احنا خلصنا، تعالوا ايه نشوفهم مع بعض كده عاملين ازاي. دي بقى يا جماعه القرص اللي بيتحط على وشها الزبده كده والقشطه. يا لهوي يا جماعه لو دقتوا طعمها ولا ريحتها، حاجه بجد 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 طعمها فلاحي اصلي كده، وحاجه تجنن من روايح البلد فعلا يعني. دي لما تروحي البلد بقى هو ده اللي بيحسسك بالخير فعلا. قعدت قد ايه في الفرن؟ كل صينيه قعدت من 10 دقايق ل 13 دقيقه. تمام كده. بس جربوها بقى وان شاء الله تعجبكم جدا. صباح الخير، صباح الفل، صباح الورد والياسمين على احلى واغلى ناس في الدنيا، او مساء الخير يعني. النهارده باذن الله هنتكلم عن حاجات كتير. المش فيه دود، المش فيه سوس، المش خفيف، الجبنه بتاعتنا قبل ما نسقطها في المش، الجبنه القريش قبل ما نسقطها في المش ونخزنها بنعمل فيها ايه، وبنختار حته الجبنه ازاي كمان، والكلام ده كله. فيديو جميل قوي وعاوزين نشوفه عملي يعني. يلا بينا. بالنسبه بقى لاخواتي اللي في مصر، اللي بره مصر، وبيقولوا لي ايه المش ده يا شيماء؟ المش ده يا جماعه عباره عن سائل زي ما انتم شايفين كده، حادق جدا. بنعين فيه الجبنه القريش، ده بيبقى خزين عندنا. معمول من ايه؟ معمول من المرته اللي بتطلع من الزبده. بعد ما بنسيح الزبده بيطلع منها مرته كده. تمام. وبيتعمل من الشرش بتاع الجبنه كمان اللي بتنزل من الجبنه القريش، بنغليه وشطه حمراء ومش عارفه ايه والكلام ده كله. وبيبقى عباره عن ده سائل كده بنخزن فيه الجبنه بتاعتنا، وبنعين عندنا ناكل منها بالسنين يعني. دي الجبنه القديمه. خلاص بس كده.